ومعنا النهارده شخصيه احنا اخترنا فيها، مش مفهوم، مش عارف اذا كان هو عالم هدفه الابتكار والتطوير، ولا راجل ذكائه عماه خلاه مش شايف اللي حواليه لدرجه انه عايز يوصل لهدفه حتى لو في ناس هتموت، وخاين لبلده. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه في جلسه استماع لعالم الفيزياء النظريه روبرت اوبنهايمر في العاصمه واشنطن دي سي. ثانية، ومش ده العمل القنبلة الذرية اللي بسبب أمريكا كسبت الحرب العالمية التانية؟ طب هو بيحاكموا ليه دلوقتي؟ الموضوع كان اكبر من قنبله اتصنعت او حرب دوله كسرتها. هنضطر نرجع بالزمن عشان نفهم كل حاجه حصلت. اهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد، اتمنى تبقى كويس. انا عصب، والنهارده هكلمك عن اوبنهايمر ومشروع غير شكل العالم كله، مشروع مانهاتن. وملخص مشروع مانهاتن هو المشروع اللي جمع احسن علماء وقت ما حصل علشان يعملوا حاجه واحده بس، القنبله الذريه. هتسالني ايه اللي جه في دماغهم عشان يعملوا قنبله زي ديت؟ ده هيخلينا نرجع لورا شويه. سنه 1905 شاب الماني عنده 26 سنه رايح شغل الصبح بدري عشان يلحق يخلص بسرعة عشان يروح ويكمل أبحاثه. وبعد أبحاث كتير وتفكير أكتر قدر يوصل لمعادلة رياضية بسيطة، بس المعادلة ديت كانت السبب في موت ملايين. ألبرت أينشتاين صاحب معادلة E=mc²، أشهر معادلة في التاريخ، واللي اتبنى عليها مبدأ القنبلة الذرية، وبتتلخص في إن كمية مادة صغيرة هتطلع كمية طاقة كبيرة جدا. ومن هنا اتسجل اسم اينشتاين في التاريخ. اينشتاين لما طلع المعادله كان عايز يقول الكتله والطاقه والشيء عمله واحده، ما كانش واعي للخطر اللي ممكن تمثله معادله على البشريه. بعد فتره من ظهور المعادله جاء في دماغ ناس ان هي تستغل فكره اينشتاين، واتنشرت الفكره في مجله المانيه، وعرفوا يثبتوا ان نواه الذره ممكن تنقسم، وسموا الفكره نيوكليير فيشن، الانشطار النووي. اللي اكتشفوا الفكره ديت ليز ميتنر، اوتو هان، وفريدز ستراسمان. مش عارف اذا كنت قلتهم صح، بس العلماء قدروا يوصلوا مكعب طول ضلعه 10 سم من اليورانيوم يقدر يفجر نفسه. بعد سنين من اكتشاف المعادله قبل 1933 كده، اينشتاين ما كانش عايز يهاجر، رافض فكره الهجره تماما. لولا ضغط الجيش النازي على اليهود كان فضل قاعد مع اهله في بلده. اول محاوله لهجرته لامريكا اترفضت التاشيره بسبب اتجاهه الشيوعي في التفكير، لكن الخبر انتشر، رفض هجره البرت اينشتاين العظيم. بعد الخبر ده اتبعت له لحد باب البيت القنصل العام ريموند جايست عشان يسلم له التأشيرة، بس بشرط يمضي على ورقة ان هو مش تبع الحزب الشيوعي، رغم انه مش عضو في الحزب الشيوعي. بس رفض ان هو يوقع حاجة ممكن تاخد منه حريته في الرأي. شعب امريكا كان عايز يخلص من الحكم الملكي، وعايز الشعب يحكم نفسه بنفسه بمبادئ هما متفقين عليها، وده يفسر حبهم الشديد جدا لبلدهم. بس للأسف الأسطورة طلعت كده. دولة الحريات طلبت من اينشتاين ما يقولش رأيه ولا يكون عنده فكر خاص بيه، وعلشان كده رفض التوقيع. لكن ريموند استجدى معاه، اداله التأشيرة، واينشتاين عدل عليه. علشان ريموند ما يخسرش شغلته وقع على الورقة، وسافر اينشتاين ومراته إلسا في سنة 1933. ومن ساعتها لحد 1939 ريموند طلع تأشيرة لأكتر من 50,000 يهودي ألماني، واينشتاين ومراته استعدوا عشان يواجهوا هتلر. في 1939 ليو سيزلر بلغ اينشتاين ألمانيا بدأت في القنبلة النووية، والقائد المسؤول عنهم هايزنبرج. اينشتاين بلغ رئيس امريكا باللي بيحصل، رغم ان هو كان خايف ان حرب نوويه تحصل، بس افتكر اللي كان متفق معاه مع إلسا ان هم هيعملوا اي حاجه عشان يواجهوا هتلر. وصل لرئيس امريكا رساله من اينشتاين مضمونها كالاتي: جال اينشتاين طرطش كلام ان هم ممكن يطلعوا من اليورانيوم طاقه كبيره جدا. في اخر 4 شهور بعض العلماء شغلهم قدر يوصلهم ان هما ممكن يعملوا تسلسل من تفاعلاتهم اللي في اليورانيوم تطلع كميه طاقه كبيره جدا تقدر تعمل قنبله كبيره جدا. خام اليورانيوم جودته سيئه جدا في امريكا وعندهم نقص كبير فيه، لكن تشيكوسلوفاكيا وكندا عندهم خام اليورانيوم ممتاز جدا، وبلجيكا هي المصدر الاساسي لليورانيوم. في اسرع وقت جمع احسن العلماء علشان يدوروا ازاي ممكن يعملوا قنبله بالمعلومات دي.
بس محتاجين شخص يثقوا فيه ينفذ الآتي: يكون حلقة وصل بين الحكومة والعلماء، يبلغ الحكومة بالتطورات ويحل مشكلة عجز اليورانيوم، ويسرع جدا شغل التجارب، ويعملوا ميزانية شبه بتاعة الجامعة للتمويل. ولو عايزين يزودوا التمويل يروحوا لحد يستعد يساعدهم، ويجندوا معامل عندهم الادوات اللازمه. ومن معلوماتي المانيا وقفت بيع اليورانيوم من تشيكوسلوفاكيا اللي احتلوها، ودي كارثه كبيره جدا. الرساله دي رجعت رئيس امريكا انه يدخل في الحرب وقلبوها مالتي. الحلفاء ضد المحور، الاتحاد السوفيتي ما سكتوش، حطوا ايديهم على الورق، وبكده ابتدت الحرب رسمي. اي حد يعرف يعمل القنبله شارك في الحرب، مش امريكا والمانيا والسوفيت بس، لا ده كان في فرنسا وبريطانيا واليابان كمان. بعد 9 شهور من اكتشاف الانشطار النووي الحرب العالميه الثانيه ابتدت. بعد رساله اينشتاين رئيس امريكا ادى مسؤوليه المشروع للواء لازلي جروفز علشان يكون مسؤول عن عمل القنبله الذريه، وجروفز قدم قائمه بالناس اللي هو عايزهم يشتغلوا في المشروع ده، وبعت اساميهم لمكتب الاستخبارات الامريكي: اوبنهايمر، فيرمي، تيلر، اينشتاين. كلهم اتوافق عليهم ما عدا اينشتاين. مكتب الاستخبارات رفض ان اينشتاين يدخل عشان عندهم مشاكل مع اينشتاين لسنين كتير، شايفين واحد متطرف ومتاكدين ان هو الشيوعي، حتى لو هو اللي بلغ بالمشكله لسه ما فيش ثقه فيه ولا يكون عنده ولاء لدولته. كده اينشتاين طلع من مانهاتن بروجكت وما ساهمش اكتر في صنع القنبله الذريه. بعد ما طلع القانون اللي جاب فكره القنبله وبعت رساله لاول دوله طلعت القنبله الذريه. خلينا ننتقل لاكتوبر 1942. قطر رايح لولايه نيويورك، اوبنهايمر قاعد مع ليزلي جروفز، لواء جيش عنده 46 سنه. بعد ساعات بيتكلموا مع بعض جروفز لقى ان اوبنهايمر عنده الشغف والمهاره عشان يواجه واحده من اصعب تحديات العالم. جروفز لاحظ قد ايه هو عبقري، ممكن يكلمك عن اي حاجه تجيب سيرتها، مش اي حاجه قوي يعني، حاجه زي الرياضه مش عارف يكلمك عنها. محدش كان يتخيل ان واحد محدود في الشغل النظري مهتم بالشعر الفرنسي والاساطير الهنديه هيكون شخص عملي يقود معمل. في نظر اي حد ما يصلحش يقود اي حاجه. علشان نفهم نظره الناس للشخص دوت هنرجع بالزمن ل 1988. جوليوس اوبنهايمر ولد روبرت اوبنهايمر، يهودي ألماني هاجم من ألمانيا لأمريكا، بالتحديد ولاية نيويورك، وكان عنده 17 سنة بس، لأنه زي أي شاب شاف إن أمريكا هي أرض الفرص والأحلام والمكان المثالي اللي ممكن تبتدي فيه حياتك. بس قابله شوية تحديات، ما بيعرفش يتكلم إنجليزي ومعهوش فلوس. بس جات له فرصة من ذهب، كان عنده عم عايش في نيويورك وعنده مصنع، فأخذ الفرصة واشتغل عنده. وأول ما بقى عنده 30 سنة بالظبط كان بقى راجل غني وكون أسرة. في 1904 جاله ولد روبرت اوبنهايمر. اوبنهايمر لما كان طفل كان منغلق بسبب اهله عازلينه عن المجتمع بسبب خوفهم الشديد عليه، لدرجه انه اصبح انطوائي. حتى اخوه الصغير ما كانش عارف يتعامل معاه. في المدرسه كان يفضل ان هو يروح يتعامل مع المدرسين على انه يتعامل مع زمايله. كان شاطر دراسيا بس ذكائه خلاه متكبر. اوبنهايمر نجاحه وصله لواحده من اهم الجامعات في امريكا، هارفارد. درس الفيزياء والكيمياء، الرياضيات والانجليزي، الادب الفرنسي واللغه الصينيه الغربيه والفلسفه الهندوسيه، وفوق كل ده لا وقت يكتب فيه قصص وشعر. في جامعه زي ديت ما كانش فيه مجال للحياه الاجتماعيه، وده جاب له اكتئاب. على طول كان بيحس باشمئزاز عن تصرفاته ومش راضي عن حياته. سنه 1925 بعد 3 سنين ليه في هارفارد اوبنهايمر ابتدى شهاده تخرجه، اعتبر معمل مشهور في جامعه كامبريدج، واللي غير متوقع اوبنهايمر فشل في المعمل. ما كانش عارف يتعامل مع الادوات واختياراته بتفشل، وده خلاه يشك في نفسه وفي قدراته العلميه وزود الاكتئاب عنده. عدت سنه وساب شغل المعمل والتجارب اللي كانش شايف نفسه فيه وراح جامعه جوتن في المانيا. وهنا الحال اتغير تماما. لاول مره من فتره طويله حس ان هو في المكان الصح، لانه لسه ظاهر علم جديد ممكن يبدع فيه، ميكانيكا الكم، العلم اللي بيفسر حركه الالكترونات والجسيمات الصغيره، عشان حركه الاجسام الصغيره مش شبه حركه الاجسام الكبيره. وتفوق اوبنهايمر في جامعه جوتن، وفي 3 سنين قدر ينشر 16 ورقه علميه. وفي سنه 1920 رجع اوبنهايمر لبلده وهو عنده ثقه في نفسه، وكل الفضل يرجع لعلم ميكانيكا الكم اللي قدرت تميزه عن كل اللي حواليه. اوبنهايمر ابتدى يدرس، لكن للاسف محدش كان بيفهم منه حاجه، لدرجه ان في ناس كانت ممكن تحضر له سنتين لنفس الكورس وبرضك ما يفهموش حاجه. في المحاضره كان بيشرب سجاير وبيكتب في نفس الوقت، ويفضل يبدل بسرعه ما بين السجاير والطباشير. ده حتى في مره افتكروا انه هيكتب بالسجاير ويشرب الطباشير. بعد فتره طويله عرف يطور من نفسه وبقى محاضر ممتاز وعارف يأثر على الناس اللي حواليه. وللاسف لسه ما عندوش صحاب، كان لسه متعالي على اللي حواليه، مش شايف اي مشكله في نفسه، كان على طول بيشتكي لاخوه قد ايه هو تصرفاته وحشيه وعايز يضرب اللي قدامه. نرجع تاني للقطر. ليزلي جروفز كان عايز يقسم كل قسم ويشغله لوحده، بس اوبنهايمر رافض الفكره، عارف ان التقدم بيجي بالتفاعل والعلم اكتشفوه بالتعاون.
كان بيعمل ندوات اسبوعيه، لقاءات علميه مع المجاميع العلميه المختلفه علشان يحصل تبادل افكار ما بينهم ويحلوا المشاكل مع بعض. اول جزء في تحضير العمليه اختيار المكان المناسب بعيد عن الساحل او اي حدود دوليه، على الاقل 400 كيلو علشان يامنوا نفسهم من اي هجوم ويبعدوا عن السكان، ومساحه كافيه للتفجير ومساكن متجهزه عشان يستقبلوا اول مجموعه. ومن هنا اقترح اوبنهايمر لوس الاموس، صحراء في نيو مكسيكو. قبل ما يسافروا هناك اوبنهايمر راح يتعشى مع صاحب قديم ليه، هاكان شيفاليه، عضو مخلص وفعال في الحزب الشيوعي. رغم ثقه اوبنهايمر فيه لكنه خان الثقه. في نص العشاء اقترح على اوبنهايمر ان هو يوصله بمهندس بريطاني جورج التتن اللي كان هياخد منه معلومات ويوصلها للسوفيت في مقابل ان هو يشتغل ويساعده. اوبنهايمر رفض الفكره في وقتها لانه شايفها خيانه وما فكرش في المقابله اللي حصلت دي تاني، لكنه بعد فتره رجع يفكر تاني. نرجع تاني للمشروع. في مكان المشروع كانوا عايزين يبنوا طرق وبيوت وعايزينه يفضل مكان سري، وعشان يفضل سري بنوا مدينه اوك ريدج اللي كان اصلا الناس ساكناها عادي، بحيث ان مفيش اي حد يشك ان في المكان ده بيعملوا تجارب للقنبله الذريه. مخابرات الجيش كانت بتراقب الناس، بتسمع مكالماتهم وتقرا رسائلهم، بالذات الناس اللي تاريخها مثير للشك، ما بين قوسين اوبنهايمر. في وقت المشروع جات له رساله من جين تادلوك بتطلب منه ان هو يروح يزورها. الزياره دي في وقتها ما كانتش في مصلحته. جين تادلوك كانت بتتعالج من امراضها النفسيه، وبعد ما سابته كانت قعدت وقت مع دكاتره نفسيين عشان تتعالج. راح لها وقضى الليله معاها واعترفت ان هي لسه بتحبه، والحكومه مراقباه من بعيد. وبعد الليله دي عمره ما شافها تاني، وبعد 6 شهور بالظبط ماتت. بس مين هي جين تادلوك؟ عشان تعرف مين هي جين تادلوك هنضطر نرجع لسنة 1936. اوبنهايمر قابل أول حب في حياته، طالبة طب مهتمة بالأحداث السياسية زي التفرقة العنصرية والحرب الأهلية الأسبانية. وفي الوقت ده في أمريكا الناس مهتمة بالأفكار السياسية جدا وبتهاجم أي حد بيدعم الحزب الشيوعي، وجين كان بتدعم الحزب الشيوعي. وبعد 3 سنين انفصلوا رغم تعلقه الشديد بيها. سنة 1940 قابل كيتي هاريسون، كان عندها 29 سنة وبرضك بتدعم الحزب الشيوعي. حاول يبعد عن السياسة وبالذات الفكر الشيوعي عشان ما يدخلش في أي مشاكل مع الحكومة. رجع تاني للمشروع. بعد ما قابلته مع جين رجع يفتكر اللي حصل معاه مع صاحبه هاكان شيفاليه، وفكر في الموضوع اللي اتكلموا فيه لما اتقابلوا للمره الثانيه، وقرر ان هو يبلغ الموضوع لقائد في الجيش. اوبنهايمر ما رضاش يجيب سيره هاكان شيفاليه، ما كانش عايزه يتاذي، في الاخر ده كان صاحبه وكان عايز يتوههم عنه. فقال لهم ان كان في حد كلمه عن الموضوع دوت وبلغهم عن جورج التتن، وقال لهم ان هو كلمه وكلم 3 علماء تانيين علشان يتوههم وما يعرفوش يوصلوا لهاكان وما يعرفوش يوصلوا لمكانه. بس اللي ما كانش يعرفوا ان المكالمه متسجله والكذبه اللي هو عملها هتترد له في الاخر. نرجع تاني للمشروع. كل الناس حابه اوبنهايمر، كان بيعرف يشجع الناس ويفهمهم وعارف يخليهم يشتغلوا مع بعض، ما عدا شخص واحد، ادوارد تالر اللاجئ الهنجاري، عالم ذكي بس ما كانش عاجبه ان اوبنهايمر قائد المشروع مش هو، وهدفه ما كانش انه يعمل قنبله ذريه، لا يعمل قنبله هيدروجينيه كمان. مين انا عشان اكلمكم عن القنبله الهيدروجينيه؟ وعشان نفهم اكتر عن القنبله الهيدروجينيه هنضطر نرجع للخبير الالماني في تصنيع القنابل. احب اشكر حضرتك على استضافتي، واحب اشكر الساده المشاهدين. بصوا يا جدعان كده بالصلاه على النبي، القنبله الهيدروجينيه ديت عباره عن بنجيب نظائر الهيدروجين وهنعمل هيليوم ونطلع منه نيوترون، والطاقه الكبيره جدا دي ده التفاعل اللي بيحصل في الشمس بيخليها مولعه ومنوره كده زي ما انت شايف. فاهمني؟ الله ينور يا فندم. تمام. بس التفاعل والنصار دي بقى دي الذره، شايف الصغيرين دول الالكترونات، والحاجه الكبيره اللي في النص دي هي النواه. لو دخلنا بقى جوه النواه هنلاقي ايه؟ بروتونات ونيوترونات. الماده هي بتتحدد على حسب عدد البروتونات اللي جوه، والنظاير ديت هي ذره بس عدد النيوترونات مختلف، بس لسه عندها نفس عدد البروتونات. واخد بالك؟ وانت في بعد كلامك حاجه؟ تمام. فمثلا عندك الهيدروجين عنده بروتون واحد بس ما فيش نيوترونات، ربنا يعوض عليه، وعنده نظيرين، نيوتيريوم وده عنده نيوترون واحد زياده، والتريتيوم ده عنده نيوترونين زياده. بقى فكره التفاعل ان انت بتجمع النظيرين دولت يعمل لك ذره فيها بروتونين و3 نيوترونات. كلام جميل. امال المشكله بقى ان الذره مش مستريحه ومش مستقره، فبتفك نفسها كده علشان تطلع الطاقه، وبتطلع نيوترون وهيليا في العمليه. بس عشان تجمع النصار هتحتاج طاقة كبيرة قوي، لأن البروتونات موجبة، وبطبيعة قوانين الكهرباء الشحنات اللي زي بعض مش بتسرح مع بعض، فعشان نجيب الطاقة دي هنحتاج قنبلة ذرية. السلام عليكم.
فرفض اوبنهايمر الفكره. تيلر هدد ان هو هيسيب المشروع. اضطر اوبنهايمر يرجع في كلامه وقال له ماشي ممكن تشتغل في الموضوع مع نفسك، وده كان حل وسط عشان يرضي تيلر، بس دي علامه فضلت مكمله في علاقتهم. وفي ابريل 1943 اوبنهايمر عمل اجتماع علشان روبرت سيربر يقدم ملخصات اللي حصل السنه اللي فاتت عن الانشطار النووي، واكتشفوا ان انفجار ممكن يبتدي الموضوع، ان هما ياخدوا كتله سب كريتيكال دون الحرجه ويحولوها لكتله حرجه كريتيكال، فالماده المشعه تنفجر. وده ممكن يحصل بطريقتين. اول طريقه الجام ميثود، ان انت عندك كتلتين دون الحرجه بتطلق واحده على الثانيه فبتكون كتله حرجه ومنها يحصل انفجار ذري. عيبها ان هي تنفع لليورانيوم بس ما تنفعش على البلوتونيوم، ودي مشكله. ان انت تنتج بلوتونيوم اسهل من ان انت تنتج يورانيوم، خصوصا ان انت عندك ازمه في المواد. البلوتونيوم مشكلته انه بيحصل جواه انشطارات مفاجئه وده بيكون نيوترونات مع الوقت، ولو ده حصل والبلوتونيوم بدا يحصل فيه انشطارات مفاجئه قبل ما يعمل كتله حرجه هيحصل انفجار مبكر. فاحنا كده عندنا طريقه سهله تنفع لليورانيوم بس. في بقى طريقه ثانيه. جروفز كان اقترح طريقه كل العلماء شافوها غبيه وضحكوا عليه، لكن ساس نيدرمير طلع منها بفكره الامبلوجن، الانفجار الداخلي، وهي ان انت عندك كوره في نصها في نيوترون ايميتيتور مصدر النيوترونات اللي بيبتدي التفاعل، وعندك حاجه اسمها تمبر وده اللي بيضغط الماده في بعض ويمنعها انها تتمدد، فيفضل تركيز كثافه الماده اللي بيحصل لها انشطار ثابت فتفضل في الحاله الحرجه. وعندك من بره ماده عاكسه للنيوترونات وتبتدي بانه يحصل انفجار خارجي بيزق الماده لجوه من الضغط فتوصل للحاله الحرجه وبعد كده تنفجر من جوه. والطريقه دي بتنفع مع بلوتونيوم بس محتاجه شغل. العلم كان موجود عشان تقدر تعمل قنبله ذريه. المشكله في الهندسه صعب تطبيق الموضوع ده، صعب اصلا تجيب يورانيوم وتنتج منه كتير، وان انت تصنع عدسات القنبله ما يكونش فيها اي غلطه. والعدسات دي هي عباره عن عبوات جواها مواد ناسفه هدفها ان هي تترتب بشكل معين بحيث ان انت تعرف تتحكم في شكل موجه التفجير. والعبوات دي صعب قوي تصنيعها، ده كله اخد وقت منهم عشان يعرفوا يوصلوا لاحسن حاجه. وفي 7 مايو 1945 المانيا استسلمت، لكن اليابان اصروا ان هم يكملوا. العلماء مش عارفين يوقفوا شغل ولا لا، بس هم عارفين بعيد عن اي حاجه تانية لازم يخلصوا اللي ابتدوه. وبعد 9 ايام العلماء والجيش متجمعين في هورنادي ديل مويرتو بالظبط في ترينيتي سايت بعد تجميع القنبله اللي قعد ايام وشغل قعد سنين. ودي اللحظه الحاسمه اللي هيعرفوا فيه لو شغلهم جاب نتيجه ولا لا. وبدا العد التنازلي. اوبنهايمر وصل في اللحظه ديت. في ناس فرحت وناس عيطت، بس معظم الناس فضلت ساكته. في اللحظه دي جه في دماغ اوبنهايمر جمله واحده، نص من الكتب الهندوسيه: دلوقتي انا بقيت الموت مدمر العالم. واظن كل اللي في المكان فكروا بكده بشكل او باخر. في علماء بعد اللي شافوه كانوا عايزين يمنعوا استخدام القنبله دي نهائيا. فمثلا اينشتاين راسل رئيس امريكا لكن لا حياه لمن تنادي، حرفيا روزفلت كان مات. وفي علماء كانوا عايزين يوقعوا على ورق ان ما حدش يستخدم القنبله دي، بس اوبنهايمر رفض توقيعها. قال احنا علماء دولنا بحث والابتكار، مالناش دعوه بالسياسه ولا باليابان. في 6 اغسطس نزل على هيروشيما ليتل بوي قنبله ذريه من نوع جام ميثود، وبعديها ب3 ايام ناجازاكي نزل عليها فاتمان قنبله من نوع الامبلوجن. وفي 2 سبتمبر اليابان استسلمت. في ناس قالت ان كده كده اليابان كانت هتستسلم، وفي ناس تانية كانوا بيقولوا ان هما مش هيوقفوا، وفي ناس اكتر كانت هتموت من اللي ماتوا بسبب القنبله. بس برضو الناس اللي ماتت والاطفال ما كانش ليهم ذنب. اقل حاجه كان ممكن يعملوها كتهديد ان هو يرموا القنبله في مكان ما فيهوش العدد ده كله من الناس. بعد حادثه هيروشيما وناجازاكي اوبنهايمر شاف الاختراع اللي عمله، وكان شايف ان دم الناس اللي ماتت دي كلها كان في ايده، وراح لرئيس امريكا الجديد ترومان وكان ساذج. قال له ان هو يقلل تصنيع الاسلحه النوويه ويدمر جزء منها عشان محدش يعرف يستخدمها وتاذي ناس اكتر. كان فاكر ان هو ممكن يوافق، بس طبعا رفض، واكيد هيرفض عشان هدفه ان امريكا يكون ليها اليد العليا في الاسلحه. بس بعد كده اوبنهايمر حاول يخلي الناس تعتبره قائد ليها، وقعد في منصب مستشار الاسلحه النوويه في امريكا. ولما جوله عشان يصنع قنبله هيدروجينيه رفض. ومن هنا تبتدي محاكمة اوبنهايمر في 1954. اوبنهايمر في جلسة استماع بس قلبت لمحاكمة، واللي كان بيدفع ان ده يحصل كان لويس ستراوس، واللي بيتهموا فيها ولاء اوبنهايمر
بسبب مشاركته وتفاعله مع أعضاء الحزب الشيوعي اللي كانوا أخوه ومراته وحبيبته السابقة، وبسبب المرة اللي اتكلم فيها عن جورج إلتون إزاي قال إن هو اتكلم مع 3 علماء وما كانش فيه غيره، وبكده يكون إدى معلومات كاذبة للمخابرات، ورفض يقول اسم الوسيط اللي ما بينهم. بعد محاكمة قعدت 4 أسابيع اوبنهايمر اتشال من عنه الحصانة واتشال من منصبه، وعاش بقيت عمره مكسور وعمره ما بقى نفس الشخص تاني. وبعد المحاكمة دي متقولش صدقوا، تصنيع القنابل الذرية زادت جدا، وده الطبيعي علشان اللي كان بيمثل فكر مضاد للقنابل الذرية اتكسر. اوبنهايمر عايش بقية حياته حزين. آخر علاقاته كانت بالعلم، إن هو كان بيدرس علاقة العلم بالحالة الاجتماعية. وفي 1963 اوبنهايمر أخد جايزة أنريكو فيرمي كأن الحكومة كانت بتعتذر له اللي عملته فيه. وفي سنة 66 مات من سرطان الصدر، وبعد 50 سنة من موته في سنة 2022 بالتحديد الحكومة اعترفت رسميا بولائه. اوبنهايمر مش مجرد شخص، اوبنهايمر قصة خليط من الصراعات النفسية وانشغاله العلمي. عمره ما عرف يوفق بين حياته العلمية وحياته الاجتماعية. شغفه في العلم خلاه يعمل اختراع يندم عليه بقية عمره. ما تنساش تقول رأيك في الكومنتات، أو لو عندك سؤال.